السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد واسمه كليفر. التطبيق ده مساحته 82 ميجا، محمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده تطبيق امريكي موجود في الولايات المتحدة الامريكية وخصوصا في ولاية شيكاغو. التطبيق ده تطبيق بيخليك ان انت تحصل على المرتب بتاعك الشهري قبل ميعاد نزوله بفترة كويسة. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي المرتب بتاعك الشهري بينزل كل يوم واحد في الشهر، وانت دلوقتي جيت اتزنقت في نص الشهر ومحتاج فلوس ضروري ومش لاقي حد يديك فلوس والبنك مش راضي يديك سلفة. من خلال التطبيق ده بيقدر ان هو ينزل لك المرتب بتاعك اللي انت بتقبضه قبل ميعاد نزوله بمدة تصل لأسبوعين. بتقدر تحصل على المرتب بتاعك، بتقدر ان يعني تاخد سلف، يعني هو يعتبر زي سلفة كده. بتقدر ان انت تسددها وقت نزول المرتب بتاعك بدون ما تدفع عليها اي فوائد او اي فلوس. كل اللي عليك ان انت بتكون رابط التطبيق ده بالحساب بتاعك البنكي او الحساب اللي بينزل عليه الفلوس بتاع المرتب بتاعك الشهري، الفلوس اللي هي بتجيلك من الشغل كل شهر. بمجرد ما بتكون رابطها بتقدر ان انت تاخد سلفة. وكمان التطبيق ده بيكون عليه ميزة كويسة ان هو بيخليك تكسب من خلال التطبيق. تكسب ازاي؟ من خلال استطلاعات رأي، مشاهدة اعلانات، آه حاجات كده اسمها اللي هي نصيب، اللي هي بتلف الدايرة او بتلف السهم وبيجي لك عند حاجة معينة او نقطة معينة. تقدر ان هي لو جات لك حظك كويس يعني تيجي لك في المكان اللي هو بتاع المكسب، تقدر انت تكسب فلوس. ممكن تكسب $100 او اكتر من $100 في اليوم الواحد. كل يوم كل ما تلف الدايرة دي ممكن تصل ل$100 ان انت تكسبها كل يوم. ده كده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق انه بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافة لان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية ومفيهوش لغة عربية. بس كده يعتبر ابسط شرح للتطبيق بالنسبة للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين رتب لي في الكومنت. لو شفت ميزة او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبة لو شفت ميزة او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بالنوع عليه في اخر كل فيديو علشان لو اي حد حمل تطبيق او شاهد الفيديو بعد نزوله بفترة طويلة وحمل التطبيق ولقى في التطبيق حاجة مختلفة يكتبها، واحنا دايما بنثبت التعليقات بتاعت الناس سواء الإيجابية أو السلبية علشان لو أي حد تاني دخل على التطبيق وحمله يعرف إن التطبيق تم فيه تحديث واتغير وبقى أفضل أو بقى أوحش. أما لو أنت لقيت الفيديو موجود على القناة وخايف إن أنت تحمله علشان الفيديو موجود على القناة بقاله فترة طويلة، فأنت ممكن تراسلني على الفيس أو على ماسنجر على أكونت باسمه مراجع برامج، او تكتب لي في تعليقات اي فيديو وتقول لي حمل اشرح لي التطبيق ده مره كمان وانا هشرحه لك وانزل لك شرح مبسط للتطبيق، مميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشترك على التطبيق وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجه عن التطبيق. وشكرا، سلام عليكم.